عمرك سألت نفسك ليه معظم الناس مش بينجحوا؟ ليه 90% من الناس بتعيش وتموت من غير ما تحقق أحلامها؟ هل لأنهم محاولوش ولا لأن الدنيا ضدهم ولا لأن النجاح مش ليهم؟ الحقيقة يا صديقي أعمق من كده. في الفيديو ده مش بس هنتكلم عن الأسباب، لكن هندخل جوه نفسية الناس وهنفهم إزاي طريقة تفكيرهم واختياراتهم اليومية وقراراتهم البسيطة هي اللي بتحدد مصيره، وهقولك إزاي تمشي في طريق مختلف، طريق فيه وضوح وشغف ونجاح حقيقي. فتابع الفيديو للنهاية وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد. ليه معظم الناس مش بينجحوا؟ واحد، مش عارفين هم عايزين إيه فعلا. ناس كتير مش بتفكر في السؤال ده أصلا، أنا عايز أكون إيه؟ بيمشوا ورا اللي المجتمع شايفه صح، مش ورا اللي هم مؤمنين بيه. والمشكلة إنهم بيتفاجئوا بعد سنين إنهم عاشوا حياة مش بتاعتهم. خليك فاكر يا صديقي إن اللي ماشي من غير بوصلة أي ريح هتضيع طريقه. اتنين، بيختاروا الراحة عن التطور. التغيير بيخوف لكن الراحة مغرية، بس الراحة الزايدة يعني جمود أو ملل أو اكتئاب داخلي. النجاح محتاج مغامرة محسوبة، وكل خطوة لراحتك السريعة بتبعدك عن النجاح الحقيقي. تلاتة، بيستسلموا بسرعة جدا. بيجربوا مرة، لو ما نجحتش بيستسلموا، لكن اللي بينجح هو اللي بيجرب 100 مرة وكل مرة بيتعلم. ومثال على كلامي، توماس إديسون عمل أكتر من 1000 محاولة قبل المصباح. جاك ما اترفض 30 مرة لكنه أسس واحدة من أكبر شركات العالم وهي شركة علي بابا. الفرق بين الفشل والنجاح شخص كمل وشخص استسلم. أربعة، بيسمعوا كل الكلام إلا نفسهم. من أول ما بنتولد بنسمع أعمل كده وبلاش تعمل كده واسمع كلامي، لكن النجاح بيبدأ لما بتسمع صوتك الداخلي وتتحمل مسؤوليته. لو مشيت على طريق حد غيرك عمرك ما هتكون نفسك. خمسة، عندهم صورة غلط عن النجاح. فاكرين إن النجاح ضربة حظ أو لحظة شهرة أو عربية فخمة، لكن الحقيقة النجاح رحلة فيها تعب وتعلم وصبر ومقاومة. النجاح يا صديقي مش صدفة، النجاح نظام. طب إزاي تكون مختلف؟ واحد، حدد أنت عايز إيه بصدق. معظم الناس عايشة على أوتو بايلوت، بتعمل اللي المفروض يتعمل من غير ما تسأل نفسها هو أنا فعلا عايز ده ولا لأ. لو قعدت مع نفسك لحظة وسألت إيه اللي بيخليني أصحى كل يوم مبسوط، أو إيه الحاجة اللي لو وصلت لها هحس إني عشت بجد، هتبدأ تسمع صوتك الداخلي. حاول تقفل موبايلك وتقعد في مكان هادي واكتب أي حاجة تحس إنها نقطة بداية لحلمك. لما تعرف وجهتك الطريق هيبان. اتنين، افهم إن الطريق متعب وده طبيعي. الطريق لأي حاجة تستحق دايما مليان عقبات، بس المفاجأة إن العقبات دي مش دليل على إنك ماشي غلط، دي دليل إنك ماشي في طريق حقيقي. اللي بينجحوا مش أحسن منك، هما بس قبلوا يتعبوا أكتر. ونصيحة ليك، ما تستناش المثالية أبدا وخليك مستعد تتعلم من الغلط. كل ما توجعك حاجة اسأل نفسك اتعلمت إيه، وخليك فاكر إن الألم هو معلمك. تلاتة، اتعلم كل يوم حتى لو 10 دقايق. الناس الناجحة بتتعلم كل يوم حتى لو قليل. الموضوع مش في كمية الوقت، الموضوع في الاستمرارية. ممكن تتعلم أي مهارة مطلوبة في سوق العمل من على اليوتيوب، وممكن تقرأ كل يوم 10 صفحات من كتاب، وممكن تسمع بودكاست مفيد وانت في المواصلات. فكر كده، لو اتعلمت 1% كل يوم، في سنة هتبقى شخص تاني. المعرفة اليومية يا صديقي بتساوي تراكم القوة. أربعة، قلل التشتيت وقلل الناس اللي بيسحبوا طاقتك. في ناس حوالينا كل دورهم إنهم يشتتونا أو يفرغوا طاقتنا. التشتيت مش بس من الموبايل، ممكن يكون من الصحاب أو من المحيط أو من العادات. حاول تقلل وقت السوشيال ميديا وقضي وقت أكتر مع ناس بتحفزك، وابعد عن المقارنات والتقليل. غير بيئتك هتتفاجئ قد إيه طاقتك بتتغير. خمسة، نظم وقتك وعدل روتينك. كل يوم بيعدي هو فرصة، يا تستغله يا يضيع. أهم حاجة تعملها إنك تكون واعي بروتينك. اصحى بدري ساعة وخطط يومك قبل ما يبدأ. خصص أول ساعة لنفسك، خليها عبارة عن تأمل وتعليم وكتابة أهداف. روتينك يا صديقي هو اللي هيخلق نتائجك. ستة، اتحرك حتى وانت خايف. الخوف مش لازم يمنعك، هو إشارة إنك بتخرج من منطقة الراحة. كل الناس اللي نجحت كانوا خايفين في البداية. لو بتستنى تبقى جاهز 100% عمرك ما هتبدأ.
ابدأ وانت مش جاهز، ابدأ وانت خايف، ابدأ بخطوة صغيرة. قرارك يا صديقي هو اللي هيغير حياتك. معظم الناس مش بينجحوا لأنهم مش بيسألوا نفسهم الأسئلة الصح، ولما يسألوها بيهربوا من الإجابات. لكن المختلفين بياخدوا الشجاعة وبيواجهوا نفسهم وبيبدأوا. النجاح مش سهل بس مش مستحيل، وانت مش محتاج تكون عبقري، انت محتاج تكون صادق ومستمر. ابدأ من دلوقتي حتى بخطوة صغيرة جدا. كل خطوة صدق هتساوي فرق كبير بعد شهور، وكل لحظة إصرار هتساوي مستقبل مختلف. لو وصلت لآخر الفيديو يا صديقي فده معناه إنك واحد من القليلين اللي بيدوروا على الحقيقة. اكتب لي في التعليقات إيه أول خطوة هتاخدها بعد ما تقفل الفيديو.